السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. نتمنى الفيديو ديال اليوم ان شاء الله يلقاكم في احسن الاحوال. وكيف ما كتشوفوا الفيديو ديال اليوم هو عباره على سردين مقلي بطريقه تركيه، ما كياخذش وقت بزاف في التوجد، واهم حاجه انه كيجي لذيذ بزاف، وكتبقى طريقه كنديروها مره باش كنبدلوا من الطريقه المعتمده عندنا في المغرب ديال القلي. غادي ندوزو باش غادي نشوفوا المقادير والطريقه ديال التحضير، وحتى غادي نشارك معكم الطريقه ديال الزيتون المشرمل اللي كندير في الدار. قلت لكم غادي نحتاج السرديل اللي كيكون صغيور على هذا الشكل بحال هكا. ممكن تستعملوا شطون، كنشدو كنحيد ليه الراس كنغسلو كنحيد ليه المصارن ديالو. وغادي نحتاج كذلك الملحه، البزار، الكمون، شويه ديال الثومه غبره، السميده، شويه ديال الحامض، وشويه ديال الزيت البلديه. اول حاجه غادي نديروا العطريه هي الاولى. عندنا الملحه، البزار، الكمون والثومه غبره. كنزيدوا شويه ديال الحامض وكنخلطوا مزيان هاد السرديل حتى كيشرب العطريه كامله. ومن بعد غادي نزيدوا شويه ديال الزيت البلديه، ماشي بزاف. ودابا غادي ندوزو باش غادي نديروا السميده، غادي نزيدوها هكا بحال هكا كامله، وغادي نحاولوا نخلطوا السرديل حتى كيتلبس مزيان بهاد السميده اللي زدنا عليه. كنجيبوا واحد البلاطو ولا طاوه اللي كنستفوا فيها السردين من بعد ما دوزناه في السميده. بالنسبه لهاد السردين الصغير بحال هكا، الناس اللي ساكنين في بروكلين نيويورك غادي نعطيكم العنوان منين تمشيو تاخذوه. غادي نخلي لكم العنوان ديالو في صندوق ديال الوصف. وغادي ندوز انا باش غادي نكمل هاد الكميه كامله اللي عندي ديال السردين، وغادي نعاود نرجع معكم باش غادي نشوفوا الطريقه ديال التستاف ديالو في الطاوه اولا في المقله اللي غادي نقليو فيها. غادي ناخذ المقله اللي غادي نستفوا فيها السردين. الحجم ديال المقله كيبقى معتمد على حسب القياس اللي عندكم اولا الكميه ديال السردين اللي غادي تستعملوا. كل ما كانت الكميه كثيره كل ما المقله خاصها تكون كبيره. ممكن تستعملوا ايضا فردي بالنسبه للناس اللي عندهم ضياف غادي يجيو عندهم، كتقدموه كطبق فردي مع طاوه ديال الحوت ولا طاجين ديال الحوت وشلايط، يعني كتبقى فكره. المهم هنايا كنحاول نعزل السردين على حسب يكونوا نفس العبار. كنستفو على هذا الشكل دائري بحال هكا حتى كنكمل الدور هاد المقله عندي كامله، وكنعاود نجي للوسط كندير نفس القضيه. كنبدا كنستف بشكل دائري حتى كنكمل الكميه ديال السردين اللي عندنا. غادي نكمل انا بهذه الطريقه وغادي نعاود نرجع معكم ونشوفوا التتمه ديال التحضير. الكميه ديال السردين اللي عندي كامله غادي ندوزو باش غادي نقليو. كنديروا واحد ل5 ديال المعالق ديال الزيت بحال هكا على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا، وغادي ندوزو باش غادي نقليو.
كنخليو السردين كيتقلى حتى كيتحمر من الجهه التحتانيه. وفي هذه الوقيته غادي ندوز معكم باش غادي نشارك معكم الطريقه ديال الزيتون مشرمل ديال الدار. الوقيته اللي كيتقلى فيها السردين غادي ندوزو باش غادي نوجدو الزيتون مشرمل ديال الدار اللي كيجي صراحه غزال وبنين بزاف. ما عمركم غادي تستغناو عليه الا جربتوا هاد الطريقه هذه وما غاديش تبقاو تشريوه من الزنقه. الزيتون اللي غادي نحتاجو زيتون خضار حمر على حسب النوع ديال الزيتون اللي متوفر عندكم. كنزيدو عليه الزيت البلديه، معلقه صغيره ديال القزبر يابس. هنا عندي قزبر منشف، الفلفله حاره يابسه وكتبقى اختياريه على حسب الحار اللي بغيتو، ورق سيدنا موسى، شويه ديال الزعتر، فلفله مرقده، الهريسه. هنا عندنا طاباسكو اولا صوص حاره. كيف ما قلت لكم الحار كيبقى اختياري. الحامض المصير كنقطعوه طريفات. وكنزيدو كورنيشون حتى هو مقطع طريفات صغار. كنخلطوا الزيتون مع جميع العناصر اللي ضفنا عليه. الا بان لينا مازال خاصو الزيت اولا الحار كنزيدوهم. ما كنديروش الملحه لان الهريسه والحامض مالحين وخلاص الزيتون حتى هو كيكون مالح. صراحه الا جربتوا هذا الزيتون ما غاديش تبقاو تفكروا انكم تشريوه، وخصوصا الناس اللي عايشين على برات المغرب غادي توجدوه في كل ساعه تشهيتوا الزيتون مشرمل. وكان هذا هو الشكل ديال الزيتون مشرمل اللي وجدت معكم اليوم. نتمنى انكم تجربوه ويعجبكم وحتى نتوما يولي معتمد عندكم في الطابله ديالكم دائما. وبالنسبه لطريقه الاحتفاظ كناخذوا واحد الطاسه ديال الزاج كنديروا فيها الزيتون وكندخلوه للثلاجه. ملي كنبغيو نقدموه كنحركوه مزيان وكنعاودو نقدموه لان ديك الزيت البلديه اللي كنديروا فيه كتجمد شي شويه. بان لينا ناشف من الزيت كنعاودو نزيدو شويه ديال الزيت البلديه وصافي كيبقى يعني ما كيخسر ما والو، كيبقى اطول مده بشحال ما بقى في الثلاجه شحال ما كيبقى مزيان. من بعد ما تقلى لينا السردين من الجهه التحتانيه كنشدو واحد المعلقه كنهزو واحد السرديله. الا لقيناه تحمر صافي كنعرفوه راه طاب. كناخدو واحد الطبسيل بحال هكا على هذا الشكل هذا وزلافه فاش غادي نكبو هذاك الزيت. يعني كنشدو المقله بحال هكا كنزيرو على داك الطبسيل وكنكبو الزيت اللي عندنا في المقله بحال هكا كيف ما كتشوفوا. هاد الزيت اللي حيدنا غادي نعاودو نرجعوه للمقله باش غادي نقليو السردين من الجهه الاخرى. يعني كنحتفظوا به ما كنحيدوش اولا كنلوحوه. غادي ناخذوا المقله هكا كيف ما كتشوفوا بهذاك التبصيل غادي نقلبوها بحال هكا. هنا كيف ما كتشوفوا السردين راه تحمر مزيان وغادي نعاودوا نرجعوه يتقلى من الجهه التحتانيه. كنحاولوا نحطوه غير بشويه باش ما يتهرش لينا. صافي كنكبوا هذاك الزيت اللي حيدنا وكنعاودوا نرجعوه كيتقلى حتى كيتحمر. من بعد ما تقلى لنا السردين من جوايه بجوج غادي ناخذوا الطبسيل اللي غادي نقدموا فيه وغادي نعاودوا نقلبوا بنفس الطريقه كيف ما درنا في الاول بحال هكا. الا كان باقي فيه مازال الزيت غادي ناخذوا الزلافه كيف ما درنا في الطريقه الاولى وكنحيدوا الزيت. انا هنايا هذاك الزيت اللي رديت ليه كيف ما كتشوفوا المقله ما بقى فيها حتى شي زيت، يعني ما احتاجيتش انني نصفيه من الزيت وكيجي على هذا الشكل هكا كيف ما كتشوفوا في الفيديو. وكان هذا هو الشكل والتقديم النهائي ديال هذا الطبق اللي شاركت معكم اليوم. كنتمنى انكم تجربوه لانه فعلا لذيذ وكيف ما سبق ليا وقلت لكم من قبل علاش لا الانسان كيغير مره من الحاجه اللي موالف كيطيبها.
واللي كنكونوا متعودين عليها. ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم وتقاسموه مع العائله ديالكم ويجربوه حتى هما، علاش لا. وشكرا لكم على الدعم ديالكم، ومرحبا بالناس الجداد. وما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يوصلكم دائما الجديد، ونتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد ووصفه جديده. والسلام عليكم.